للأسف طلع خبر من كام يوم إن الشيخ وليد، أو طلع أول امبارح يعني، طلع خبر إن الشيخ وليد مهساس صاحب لقطة القطة الشهيرة واللي وصلت لأكثر من مليار مشاهدة في هذا الفيديو، قالوا إن هو مريض وإن هو تم نقله للمستشفى وفي حالة حرجة. وأنا عايز أقول إن عادة في المصريين فيهم طبع للأسف مش كويس خالص. وده لاحظته كمان في الكورة ان اي لاعب بيجي سواء كان الاهلي او للزمالك بيتم عمل بادج ليه، وكمان بيتم متابعة اخباره، وبيبدأوا ان هم ينقلوا تصريحات واخبار على لسان هذا اللاعب. لذلك بعد الفيديو الشهير للشيخ وليد مهساس الجزائري، طلع خبر وقال ان الشيخ وليد اصيب بأزمة قلبية، ومنهم من قال هبوط حاد في الدورة الدموية، ومنهم من قال انه جاله اورام. يعني كل واحد قال خبر من شكل. امبارح كان في بث مباشر، وكانت في صلاة تراويح في مسجد ابو بكر الصديق، وكان الامام وليد مهساس امام المسجد موجود وعامل البث، وكان بيصلي بيهم، والشيخ كويس وجميل خالص. وظهر له فيديو تاني والاطفال حوالين منه، وابراهيم عيسى زمان دلوقتي بيجيب جاز وسخ وبيولع في نفسه. فليه ان احنا نطلع اخبار كاذبة على الراجل؟ ليه؟ عشان الترند؟ يعني ينفع النهارده انا اجي اقول والدتك ماتت او والدك مات عشان الم ريتش او الم لايكات؟ ليه ان احنا بندخل ناس المستشفى؟ وليه بنموت ناس؟ وليه؟ يعني عشان خاطر الترند؟ يا جماعة حرام، حرام بجد والله. عيب قوي اللي بيحصل ده. الشيخ وليد كويس خالص، لسه عامل امبارح بث مباشر. مش عارف بقى الناس مالها. للأسف الوضع بقى صعب جدا. الناس في مصر، انا بقول لك انا مصري وبقول لك بنتقد المصريين في طبعهم ده، ان مش لازما يعني كل واحد. احنا في صفقة الاهلي مع يعقوبو، اللاعب اللي كان هيجيبوا لي افريقي، اتعمل صفحة باسم يعقوبو، ودخل اللي اتعمل الصفحة ده رد على الناس في الخبر بتاع الإصابة، وقال لهم أنا مش مصاب كويس. فأنت متخيل إن إحنا لسه اللاعب ما جاش الأهلي أصلا، وعملنا صفحة ليه ولبسنا تيشيرت الأهلي، وكمان قلنا إن اللاعب كويس ومش مصاب. فالشيخ وليد مهساس كويس جدا جدا جدا، وصحته كويسة خالص، ومفيش أي مشكلة صحية والحمد لله. وبنقول لكل الناس اللي بتحاول تبوظ صورة الراجل ده إن الراجل ما زال شديد والحمد لله، وربنا يديله الصحة، رب يبارك فيه ويجعل الحب والقبول لديه أكثر من ذلك. والحمد لله على حب الله سبحانه وتعالى للعبد. ربنا زي حب عبد حب في جميع خلقه. وشفنا الشيخ وليد كان حديث العالم ما شاء الله، سمام في وجههم من أثر السجود، وهو شخصية محترمة. ربنا يبارك فيه ويبارك في أهل الجزائر جميعا، وكل سنة وانتم طيبين.